موت يا حمار. الجمله دي بنقولها لما يكون ما عندناش امل في حاجه انها تحصل، بس احنا بنبقى عايزين الحمار يموت ليه. بيقولك ان كان في زمان ملك عايش في قصر كبير وعنده بستان اشجار حلوه قوي. في يوم الملك ده اتفاجئ ان في حمار اقتحم البستان بتاعه وقعد ياكل في الزرع اللي فيه لحد ما بوظ شكله. الملك اتغاظ جدا وامر الحراس بقتل الحمار. واحد من العقلاء اللي حوالين الملك قالوا له طب والحمار ذنبه ايه؟ تقتله ليه؟ ايه رايك نعلمه وندربه ونضمه للحيوانات بتوعنا، وانا اللي هقوم بالمهمه دي، بس قصاد كده عايزك تديني قصر كبير اعيش فيه وفلوس كتير ومهله 10 سنين علشان اعلم فيها الحمار. الملك عجبه الاقتراح ده ووافق عليه، بس قال له انا كمان عندي شرط، لو ما نجحتش انك تعلم الحمار ده خلال 10 سنين انت رقبتك هتطير بداله. الراجل وافق وقام جري على مراته علشان يقول لها الخبر السعيد ده. مراته اول ما سمعت الحكايه قلقت جدا، قالت له هو انت هتعرف تعلم الحمار وكمان محدد له مده؟ قال لها يا ستي ما تشيليش هم، مين عارف بعد 10 سنين هيحصل ايه؟ ما يمكن الملك يموت ويمكن الحمار يموت ويمكن انا شخصيا اللي اموت. ساعتها قالت له موت يا حمار. بس تفتكروا هي كان قصدها انهي حمار فيهم؟